المباراة لصالح المنتخب النيجيري الذي حسم المركز الثالث على حساب المنتخب المصري بضربات الترجيح أو ضربات الحظ كما يحلو للبعض تسميتها 4-2 للمنتخب النيجيري بعد نهاية الوقت الأصلي من المواجهة. سي عزيز، انتظرنا حتى نهاية المباراة، الوقت الأصلي للمباراة، بمعرفة صاحب المركز الثالث بحكم تكافؤ على مستوى المنتخبين معا طيلة أطوار المباراة، شوط لكل منتخب بالنسبة لهذه المواجهة. صحيح، كانت المقابلة مفتوحة بدون ضغوطات، الفرق بجوج كيقلبوا على إنهاء المسابقة إيجابيا. المنتخب النيجيري نظن انتصار معنوي وهي فرحة مستحقة. سي عزيز، كنشاهدوا هذه الصور ديال لاعبي المنتخب النيجيري، النسور النيجيرية سعيدة بالتتويج، سعيدة بصعود البوديوم واحتلال المركز الثالث بعد مشوار اللي كان أكثر من جيد لنيجيريا. صحيح، فرتبة ثالثة مستحقة بشكل عام نظرا للمستويات اللي قدموها طيلة البطولة. كيتجازاو بهذه الرتبة الثالثة، كانوا كيقلبوا ما قبل البطولة على يلعبوا النهاية، ولكن كرة القدم هي هذه مقابلة قدموها بشكل جيد، تدبير جيد للمقابلة. كنعرفوا العامل البدني كيلعب دور كبير في هذه المقابلات، 7 ديال المقابلات في ظرف ما كاملش شهر، فكيكون واحد الانهاء عياء بدني كبير. شفنا اللاعبين، مجموعة ديال اللاعبين خرجوا نتيجة ديال العياء بدني، فمشكل كبير، ولكن على العموم رتبة ثالثة مستحقة المنتخب النيجيري، في حين المنتخب المصري قدم اداء متميز في هذه المقابله، اداء محترم. التغيير ديال الطريقه باش لعب حسام حسن طيله هذه الدوره هذه الان بين بانه عندهم لاعبين في المستوى، وصل للمرمى ديال المنتخب النيجيري. التغييرات كانت في المستوى، بعض اللاعبين ما ظهروش بالمستوى الجيد اللي كان نقصهم التنافسيه، ولكن على العموم كانت مقابله مفتوحه، كان كل طرف كان يقدر يسجل في هذه المقابله هذه. نعم سي محمد، اكيد النقطه اللي اثارتني خلال هذا اللقاء وهو الجانب البدني للمنتخب النيجيري، بدا متاثر بشكل كبير من اللقاء امام المنتخب الوطني المغربي. 120 دقيقه شاهدنا اصابات، شاهدنا لاعبين ما دخلوش منذ بدايه المواجهه، وحتى في المواجهه اصابتين ديال اللاعبين شد عضلي او لا امور اللي عندها علاقه باللياقه البدنيه، وبالتالي بان انه المنتخب النيجيري استنزفت الطاقه ديالو خلال لقاء النصف. بطبيعه الحال، لان المباراه ديال النصف كانت مباراه تاريخيه، كان بالنسبه لي نهائي بين عملاقين نقول حجم المنتخب النيجيري والمنتخب المغربي. كتعرف يعني المباراه الاولى كيلعب في دور المجموعات، المنتخب النيجيري كان ديما كيفوز ولكن باريحيه، ما كانش عليه واحد الضغط، يعني كان ديما كيربح 3 اهداف العلامه الكامله، 4 اهداف، ولكن كيبقى ديما عنده الكره، هو اللي كيبقى يلعب الكره، ديما كتبقى لا بوزيسيون ديما عنده، نسبه السيحوت كتبقى طالعه بزاف. المباراه ديال المنتخب المغربي لا، المباراه المغربي كان تركيز عالي جدا، وكنظن حتى المجهود البدني اللي بدل المنتخب النيجيري تغيير طريقه اللعب ديالو من منتخب اللي كان كيدير الضغط العالي، وكان كتلقى سلاسه بخروج الكره بالنسبه للمنتخب المغربي. يعني طرف يعني كنقولوا لي ديسونس اللي دار، يعني كنقولوا ديك التنقلات يعني من وراء الكره كتستنزف المجهود البدني، وتيبان يعني سامويل يعني اللي دخل لاتيرال هو اللي عنده شد عضلي، اجايت هو شد عضلي، كذلك ادامس اكو يعني جو بزاف ديال الفرص يقدر يسجل، ولكن كتبان لك ما كايناش ديك لا فريشور، يعني الطراوه البدنيه علاش؟ لان كتعرف لان ملي كتلعب في واحد لادفيرسير الكاليبر كبير كيستنزف منك واحد المجهود بدني كبير. شفنا يعني رغم ذلك كنقول المدرب إيريك شال يعني عرف كيفاش يدبر، يعني كنقول الشوط الاول ما كانش المنتخب النيجيري، ولكن ادخال لقمان ويوبي هاد اللعابه هادو اللي عطاو حلول بناء الهجمه من الخلف، مرور لا زون دو كونستريكسيون لا زون دو بروغريسيون. تعرف في لا زون دو فينيس شفنا لقمان ديك كيطلب كره وراء خلف، يعني لي ميليو تيران كيفاش كياخذ كره اونتر لي لين، وكذلك الدور ديال ايوبي كيفاش ديك لاباس فيرتيكال اللي تيقلب على اونتر لي لين كيقدر يولي يعطي اللعاب الكره. وشفنا كاع حتى لاباس اللي يلعب كيتسناو يعطي الكره في الارض وكيعطي الكره في لا بروفوندور في الظهر ديال المدافعين، وادامس غابت عليه ديك لا فريشور ديالو، ما عرفش كيفاش يستعمل ويحسن ديك الفرصه اللي جاتو، وكنظن ضيع الكره. دونك بالنسبه لي انا كنلقى العلامه الكامله ديال المنتخب النيجيري كيستحق يعني المشاركه ديالو بواحد اون 3 بلاص اللي كتكون منصفه لينا الاداء اللي لعب والطريقه اللي دبر بها جميع المباريات. كنظن
مباراه ديال النصف كنظن الصادم كما قلنا مع منتخب مغربي كبير، دونك استنزف منه المجهود البدني. رغم كنقولوا راه كاينين لي موين ريكيبيراسيون، انا كنلقى يعني الحمد لله في التنظيم في البلاد ديالنا يعني الوسائل ديال لا ريكيبيراسيون، يعني من يعني حمام الثلج الى غير ذلك. نعم كل الامور الامور كامله، يعني لي جاكوزي لي سونا كلشي موفر. نعم. ولكن كتبقى ديما لعاب، يعني كاين حتى واحد العامل اللي هو مهم بزاف ابار كنقولوا لا فريشور فيزيك، كاين حتى لا فريشور مونطال، لان هو اللعاب ملي كيبغي يجيب واحد المجهود كيركز بزاف، ملي كتلعب مع واحد لادفيرسير كبر تكون كاليبر كبير بحجم المنتخب المغربي كيستنزف منه يعني المجهود البدني حتى المجهود الفكري، انه تيبقى مركز بزاف وكتلقاه عايش تيعرف بانه راه يقدر يخطا يدفع الثمن. جزء من الثانيه